ما حبيتش نطول في هذا الموضوع، لكن حيت نتكلم فقط عن اسباب المشاكل. يا اخي الانسان تزوج ودار الصاله وصرف الدراهم وعرض صحابه، والمراه هذه كيف كيف خلات دارهم وجات، تما هذا الشيء كاع درناه باش مع الاخر نبداو نضاربوا. تما الانسان دار هذا الشيء باش يبدا يتهنى، باش يعيش مليح. فما هي الاسباب في اسباب المشاكل الزوجيه؟ افتحوا المصحف وحوسوا لي على الآية التي تأمرنا بالمحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قبلها وش كاين وبعدها وش كاين؟ الآية تاع الطلاق. قبلها كاين الآية تاع الطلاق وموراها كاين الآية تاع الطلاق. العلماء يقولوا لماذا الله عز وجل ذكر المحافظة على الصلوات بين الآيات تاع الطلاق؟ قال لك أكبر سبب للطلاق ترك الصلاة. بيت ما يصلوش. كنا تكلمنا من قبل أن أمنية الشيطان، من أغلى أمنيات الشيطان ماذا؟ أنه يهدم الأسرة. جيت لهذه الأسرة لقيتهم واحد ما يصلي، فتجيني سهلة شوية توسويس، لا ويقول ويدير ما كان، لا قرآن لا صلاة لا حتى حاجة، جاو راحوا تلقوا. هذا الفكر. المرأة نعطيو مثال مشاكل. المرأة تخدم، خلاص عمل المرأة هذا أمر منتشر الآن، خلاص ماشي مشكل، أنا ما حش نتكلموا على عمل المرأة. الراجل لاباس به، قال أنا علاش تخدمي مثلا، زعما علاش تخدمي؟ نخدم باش خاطر قريت، نخدم ما شاء الله، نخدم حبيت نعاون رجل ما شاء الله، نخدم حبيت زعما شغل انا نشري حوايج ليا وحبيت شغل نحس بلي ما قريتش ماشي مشكل، خلاص هادو كاع نتفقوا. ما تسمعش هاد الهضره، واش نسمعوا؟ علاش لازم بنتك تخدم؟ بنتي تخدم باش كي يطلقها تكون واقفه على رجليها، ماشي يرميها مع الاخر شكون بيها. شفت واش انا نديرو؟ نفولوا الطلاق. تتزوج باش في نيتها باللي لو كان يطلقني انا ما تتلعبليش. هذه كيفاش من بعد تقول لي نسبه الطلاق طلعت؟ تطلع نسبه الطلاق، ماكش داير النيه، ما راناش دايرين النيه. مام اب يقول لك انا بنتي قرات انايا وشكون بها لو كان انا نموت؟ دقيقه مت نتايا غير تزوج بنتك راح تموت ومن بعد بنتك تتنرمى. تسمى الناس اللي ما راهيش تخدم والناس اللي في الدار شغل مأساة، ما عايشين شغل البدائيه. ولذلك الانسان اخدمي ماشي مشكل، لكن فقط الانسان يصفي نيته، يعرف كيفاش يسير هذه الاسره. جينا للمعتقدات تاع الازواج. الانسان حيتزوج، المعتقدات المشوهه يا اخوان، هذا الموضوع والله غير وحده موضوع نقعدوا على جالو ونتصارحوا بيناتنا ونسقموا الافكار تاعنا. لما انت مثلا زعما مرأة راح تتزوج، في الذهن تاعها يعني نحكوا نظرتها للحياه الزوجيه، راح تعيش مع اسره زعما اسره كبيره. فلما تجي مرأة وفي الذهن تاعها اللوسه سوسه والعجوزه مسمومه ولازم تفرضي روحك مع الاول، وهما العجال تقول لك العجوزه من الاول نوريو لها العين الحمراء. لما انت تجي راجل، المعتقدات التي يحملها في ذهنه في تسييره لحياه الاسره ديالو يقولوا له الصح كاع مع الاول. بالك تدي المراه كي تقول لك اديني، ديها كي تذبح لك، ما تولف لهاش، ضحكها نهار بكيها شهر، ما تضحكش. ما تجيه ضحكه يبين شغل يسعل، شغل جاتو كورونا. علاش يحرم نفسه؟ لانه يقول لك لا لازم نشد روحي. والمراه كيف يقول لك مع الاول باش ديري خاتم في يدك، مع الاول هاو كاش ديري، ما تولفيلوش، ما ديريلوش كاع واش يحب. واش هاد الحياه هذه؟ واش هاد الحياه هذه؟ اسره هذه انطلاقه مليحه هذه. ايضا من اسباب المعتقدات المشوهه يا اخوان وهي المثاليه. تصورنا للحياه الزوجيه، كاين واحد التصور كيفاش الانسان ويشوفه. على بالكم المثاليه هذه اصبحت يصنعها العالم الافتراضي، اصبحت تصنعها الافلام. يجي الفيلم هكذا والمراه تصور، يجي انسان مازال ما تزوجش هكذا تلقاه مازال ما تزوجش، نقول له احكي لي كيفاش راك شايف الحياه الزوجيه؟
يقول كاني شايف هكذا، يبدا يغمض في عينيه، يبدا يدير هكذا، ومن بعد تروضو يقول له جا الغاز روح نوض بيك ديت نوم خلاص نوض روح. فتلقاه الانسان شغل يبدا يعيش واحد الحياه. المراه تبدا تعيش حياه مثاليه، بنتها من افلام ابنتها. ولذلك واش يصرى لما يبداو يعيشوا الواقع؟ يبداو يصراو اصطدامات، لانه عندي معتقد في ذهني حتى وكان يكون متدين. كانت حاله مره اخ ما شاء الله فقال يا شيخ انا يا كنت داير في بالي بلي الحياه الزوجيه ندخل نلقى المراه كما نقول لك حنا تقرا كتاب تدير تحقق مساله تراجع ندخل تقول لي حق هذه المساله راهي تلفت لي. قلت له ماشي مشكل. والعشاء طايب؟ قال لي والعشاء طايب. والدراري قراو؟ قال لي الدراري ايه بيان سور الدور ديالها. والدار نقيه؟ قال لي وزيد دير غوزوزون؟ قال قلت له هذه حرطين هذه وين هذه؟ وين هذه؟ انت اللي مرضين تزوج بهذه المراه انايا وين هذه؟ شبيك داك عبادي قاعد دير علاش عنده تصور زعما نوض هكذا والحياه الزوجيه مبنيه الاخر. ولا مرات تجي تقول لك انا الحياه الزوجيه تاعي شغل دير في بالها بلي شغل زعما نوض الصباح نلقى راجلي دار لي وجد لي الفطور الصباح بجي دورونج هكذايا، ومن بعد ينوضها نوضي دارتك تاع الماء هاو جا الماء. تشوكه هذه ما يجرش تشوكه هذه صرا لها شغل اصطدام. دالتي تاع الماء تنوضي دالتك انا البارح. فالشاهد شتات الصراعات من اللي يصنعوها؟ هذا التصور. حياة زوجية رانا عايشين في واقع فيها حليب شكارة، فيها الأومبان تريسيتي تروح، هادو كاع الإنسان يعيشهم. لما تكون عندك تصور في الواقعية. ولذلك الوالدين تاعنا علاش تسمى كانوا يغسلوا باللوحة ويديروا التوالق بلاستيكوش وبعد كاع كنا نديروا في الفراش. واحد ما يقول لي ما المهم هادو تلقاها. وزيد الدراري بزاف 8 ما كاش زوج. انا ما نشفاش بكري زوج واحد غير اللي كانوا يموتوا لهم يقعدوا لهم زوج. هذا ما كان تلقاها 10 هكذا قعدوا 3 شغل داوهم عادي كاع 8 10 12 وترباو وداروا لماذا؟ لانه كانوا يعيشوا الواقع. ها هو الواقع ديالي يقول بلي انا نغسل ندير هذا هو الواقع تاعي. لما انسان يكون عايش. ولذلك الشباب تاعنا الان كاين واحد ظاهره الاكتئاب لونغواس، ومن بعد تلقاه يروح للمخدرات ولا الانتحار ولا غيره. لماذا؟ لانه تلقاه في بعض الاحيان عايش في الاوروب داخل راسه في اوروبا، والواقع ديالو يقول له بلي هاوليك روح باباك قال لك روح دير لاشين تاع الحليب وجا عند عمي السعيد اجري وانا نعيش في الانجليز داخل راسي نروح نجري ندير الحليب. فتلقاه مقنوط مسكين واقع داخل راسه عايش ليه، وهنايا الجسد ديالو عايش في هذه العقبات التي يعيشها وهذا الصراع الذي يعيشه. ولذلك علينا بالواقعية وأن نرضى بما قسم الله لنا. آخر الأسباب حتى ندخل في فن إدارة المشاكل الزوجية وهي المقارنة يا إخوان. هذا فيروس كبير كبير كبير. وهذه المقارنة زاد كبرت بهذه وسائل التواصل الاجتماعي. أثرت كثيرا في حياتنا. وقلنا هذه الوسائل التواصل الاجتماعي مثل النساء الآن. أنت الآن في واقع، وأنا نحب نمد أمثلة واقعية يا إخوان والله ليس لإضحاككم ولكن باش نحسوا برك بلينا عايشين في واقع باش نعرفوا كيفاش نعالجوا المشكل. الآن واقع أنا طيبنا بركوكس، نحب بركوكس أنا طيبنا بركوكس فهمت، وانني مع المراه وبركوكس وشغل حار وغاولي ومن بعد نشربوا الماء. واختها تبعت لها بيتزا فيغان في ليفربول. شوف واش انا ناكلو، طيح لي البق انا حميده هذا طحت مع سليفي. فتصور وانت الان تبعت لها وتقول لها شوفي ها كي مع الكوزينه على عرق يا، ومن بعد انت تقول لها غاولي زيد يقول لي غاولي يا ربي. هذو هما المشاكل. فلما تفتح الزوجه باب المقارنه تقول لك شوف اختك شراهي عايشه وانا كشراني عايشه، ومن بعد شوف خويا كشراه عايش وانا كشراني عايش. شوف كيف ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. كاين ناس عنده سياره واحد ما عندوش سياره. هذا اللي ما عندوش سياره عنده دار، هذاك لا ما عندوش دار، وهذاك مرتو تطيعو والاخر هذاك، وهذاك عنده دراري. وكاين ناس عنده فيلا وسياره وخدام وشركه وما عندوش دراري. مره كنت لافت باكي ليكوش ومن بعد واحد قال لي يا شيخ الله يحلي لكم يهديكوش. قلت له عباك هذا الباكي؟ قلت له انا نعرف ناس راهم مخلصين قريب مليار باش يرفد هذا الباكي كوش، مازال بربي ما وفقوش مسكين. امنيه تاعو يرفد باكي كوش،
امنيه تاعو يجي يقول للمول اعطيني لي كوش نيميرو 5